كان بيزورني من فترة كده 2 آباء من أحد الأديرة المحبوبة، فقاعدين نحكي مع بعض تعمل ايه يا ابونا، وبنحكي في الحياة الروحية شوية والحياة العملية شوية وكذا شوية. فأبونا ده قال لي أنا عامل مصنع مش عارف كذا ومصنع كذا ومصنع كذا. فضحكت معاه قلت له اللي باعهم الأنبا أنطونيوس أنت بتجمعهم تاني دلوقتي. خلي بالك يا أبويا، خلي بالك يا أبويا، خلي بالك. أنبا أنطونيوس كان ذكيا، استطاع أن يبيع الرخيص ويشتري الثمين الغالي. ايه يعني كان يبقى عنده 300 فدان؟ ايه يعني؟ تمر الايام ويقولوا كان هنا في خواجه اسمه فلان وكان عنده 300 فدان ومات، ورثوه الورثه بتوعه سواء اولاده او قرايبه. ياما اغنياء يا حبايبي بعد جيل او 2 أو 3 ما نفتكرش. هات اي واحد في حضراتكم كده اساله اسمك ايه، يمكن لغايه الجيل السابع يقول لك فلان 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 فلان، لكن بعد كده مش هيفتكر. مين فينا يحتفظ بصوره جد 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 جده؟ مين؟ الحائدون عني يكتبون في التراب، ولكن الذين ردوا كثيرا البر كالكواكب الابد الدهور، حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم. ماذا تصنع يا انسان الله بحياتك؟ ماذا تصنع يا انسان الله بمواهبك؟ ماذا تصنع يا انسان الله بقدراتك؟ ماذا تصنع يا انسان الله بجسدك؟ ماذا تصنع يا انسان الله بذكائك؟ ماذا تصنع يا انسان الله باموالك؟ ماذا تصنع يا انسان الله بمشاعرك؟ الله لا يشمخ عليه. فإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع الروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فين الأغنياء اللي مش أبرار أقصد؟ فين الأشرار؟ فين الزناه؟ فين القتلة؟ فين فين فين؟